حبايب أمولة، صباح الخير ولا نقول مساء الخير حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيديو أمولة فيه. بجد وحشتوني وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. عيد أضحى مبارك يا رب على العالم كله، على الوطن العربي كله، من خارج مصر ومن داخل مصر. طبعا أخيرا بعت الدورة، أخيرا الحمد لله. طبعا اتبقى الاربع فراخ دول، اربع فرخات دول. وبصوا حطوا بس كده لايك للفيديو يا جماعه. والاول طبعا شكرا للناس اللي نورت قناتي، بجد شكرا ليكم، نورتوني، والناس اللي معايا من الاول بجد كلكم منوريني. انا قلت طبعا اطلع افرحكم، وقاعد تقريبا ايه 4 فرخات اهو زي ما انتم شايفين. بصوا والاوزان حلوه قوي. من 2 ل 2. معلش يا جماعه، عايزه اقول لكم ان حد نده عليا، حد خبط يعني. عشان كده ايه فصلت معاكم، مش عارفه انا كنت اصلا بقول ايه. طبعا كل سنه وانتم طيبين حبايبي، نسيت. طبعا انا بعت خلاص الدوره، اشكر ربنا اشكر ربنا، بعت الدوره خلاص. انا طبعا بايعاها بقالي يمكن حوالي اسبوع، بس مش واعيه اصور معاكم خالص عشان فلوباتير طبعا ايه مبهدلني. واتبقت الاربع فرخات دول. بصوا الوزن من 2 كيلو ل 2.5. دول انا مش هبيعهم على فكره، هربيهم امهات، واخدين بالكم. حطيت لهم طبعا، انا حاطه لهم رز على علف، ومليت لهم طبعا السقايه دلوقتي. ودول بس اللي باقيين، وانا دول مش هبيعهم خلاص، هربيهم عشان ايه يكبروا يبقوا امهات. واخدين بالكم، عشان بحب ايه الفراخ وهي كبيره. انا ما بحبش الفراخ وزنها قليل، بحب الفرخه تبقى 4 كيلو 5 كيلو، واخدين بالكم. طبعا انا حطاهم هنا في الاوضه اهي. تعالوا بقى اوريكم الكتاكيت في نفس الاوضه. بصوا في نفس الاوضه، واخدين بالكم. طبعا عندهم ميه. بصوا ده عمر 13 يوم. بص عايزه اقول لكم ايه، يعني مش عارفه، عندهم اسهال بني كده، وربنا يستر بصراحه. وبقول يا رب زي ما رضتني في الدوره اللي فاتت، ان انا صورت لكم منها اللي هي باقيه منها 4 فرخات، بقول زي ما ربنا رضاني في اللي هي الدوره اللي فاتت دي، يعتبر يا رب راضيني في الدوره دي. بصوا طبعا كله ده في اوضه واحده على فكره، انا قاسمه الاوضه. بصوا قاسمه الاوضه ايه، دول واخدين نص الاوضه، ودول واخدين ايه يعني جنب كده من الاوضه. بصوا بصوا يا جماعه، اللي وصل مع اموله لحد هنا اللايك. بصوا طبعا حته صغننه كده ايه، محوطه لهم حته صغننه اهم زي ما انتم شايفين. والباقي اللي هو بصوا نص الاوضه الثانيه للكتاكيت اللي هي الدوره الجديده. بس كده يا جماعه، انا مش عارفه اصور معاكم عشان خاطر فلوباتير اجازه العيد معايا. عايزه اقول لكم مفيش تخاطب لمده 10 ايام، مفيش تخاطب لفلوباتير لمده 10 ايام. عشان كده انا مش عارفه اصور لكم خالص، حاسه ان انا مقصره معاكم، ومقصره طبعا مع حبايبي. مش عايزه حبايبي طبعا اللي انا مش عارفه ادخل لهم، مش عايزاهم يزعلوا مني، ومقصره مع قناتي. وعايزه اقول لكم بصوا متدمره يعني. حتى فلوباتير ما نعم يا ماسيو بتنده. عايزه اقول لكم يعني لما كنت بودي مثلا ايه فلوباتير تخاطب كل يوم وكده، كنت بقول اجي اعمل اللي ورايا وانام شويه وبعدين اروح اجيبه. عايزه اقول لكم عشان ما فيش تخاطب، فما فيش ولا نوم ولا نهار ولا ليل، يعلم ربنا. وبقعد في المطبخ، عايزه اقول لكم ببقى واقفه في المطبخ بصبن المواعين وهو معايا بكنس، وهو بصوا منكجين بعض كده يعني، حاطين ايدينا تحت ايد بعض كده. عايزه اقول لكم مش قادره اسيبه، عشان خاطر ايه هيخرب ويكسر ويأذي نفسه. فبعمل الحاجه وهو معايا، فعلى ما بخلص صدقوني اللي ورايا ببقى تقريبا انا فرهطت من شغل البيت ومن فلوباتير. فمش عايزه حد يزعل مني ان انا مش عارفه ادخل لحد. بس كده يا جماعه، انا قلت ايه افرحكم زي ما انا فرحت كده، ان انا ايه ربنا رضاني في الدوره دي، والحمد لله اتباعت على خير، اشكر ربنا. ودول انا مش هبيعهم، هربيهم كده للبيت، هربيهم امهات، واخدين بالكم. بس كده حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين حبايبي للمره الثانيه. يلا حبيبي اشوفكم طبعا على خير. لايك مش هقول لكم ولا مش هوصيكم يعني.
يلا حبايبي اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد، وباي باي.